السلام عليكم. كيفاش القضيه ديال البيرمي ديال الطوموبيل نقدروا نسوقوا به موتور؟ هاد الاخبار كتدور مؤخرا باللي تقدر تسوق دراجه ناريه صغيره بالبيرمي ديال السياره، ومجموعه ديال التعاليق كنشوفهم كيقولوا نفس الكلام. السؤال هو، واش يمكن لينا نسوقوا المطر بالبيرمي ديال الطوموبيل؟ في مدونة السير سنة 2015 كان طرا واحد التعديل على مدونة السير بالنسبة لرخصة السياقة. البيرميات جداد كيطبعوا فيهم واحد البيرمي جديد اللي هو AM، وهذاك البيرمي هو البيرمي ديال الدراجات النارية من الحجم الصغير اللي قل من 49 سيسي، اللي غيكون واحد البيرمي اللي فيه غير نظري. غتمشي للسيارات التعليم وغتقرا القود والاشارات الضوئيه وتولي عارف شويه في القانون، لان اخر الاحصائيات لقاو بلي الناس مستعملين ديال الدراجات الناريه ما كيفرقوش ما بين الفيروج وما بين ستوب، وكيسحبوا بان هاد الاشارات داروهم غير لاصحاب السيارات، واصحاب الدراجات معفيين منهم. هاد البيرمي AM تمت المصادقة عليه 2015، ولكن سنة 2025 تم التأكيد ديالو والتفعيل ديالو، واغلبيه الناس ما عارفينش. هاد البيرمي غيكون تقريبا الثمن ديالو ما بين 600 درهم حتى ل 700 درهم، وما فيش امتحان تطبيقي، فيه غير النظري. ولكن اغلبيه كيقول لك لا، حنا سمعنا خبر باللي بيرمي ديال الطوموبيل تقدر تسوق به موتور. فغنقول لكم اول حاجه، المغرب كيعتمد على واحد الرخصة السياقة مصادق عليها دوليا. كيفاش مصادق عليها دوليا؟ الا عندك بيرمي مغربي فراه يمكن لك تمشي لاوروبا سياحه ولا اقامه وتسوق دراجه ناريه تما، ولا تسوق سياره بالبيرمي المغربي وتكون عندك اقامه، فما تحتاجش دير بيرمي في اوروبا، غير البيرمي المغربي وغتقلبوا البيرمي اوروبي. وحتى اجنبي سائح الى جا فراه ما يحتاجش يدير بيرمي، غير برخصه السياقه الاجنبيه يمكن له يسوق سياره في المغرب. والمغرب ما يمكنش يخرج على مدونه السير العالميه ديال الاتحاد الاوروبي. اوروبا عندهم البيرمي AM اللي كيكون واحد الامتحان نظري، وتقدر تعوضو بالبيرمي ديال السياره وتسوق به الدراجات الناريه. وحتى في المغرب الا كان عندك بيرمي ديال السياره فراه ما تحتاج دوز البيرمي AM اللي هو ديال الدراجات الناريه من الحجم الصغير. ولكن ما كاينش شي اخبار رسميه كتقول بان البيرمي ديال الطوموبيل غتسوق به الدراجه الناريه، حيت ملي كيكون شي تعديل ولا شي تغيير خاصو يكون شي حاجه اللي رسميه. واي حاجه كطرا في مدونه السير او اتمام او تغيير فكيخرج الناطق الرسمي الحكومه هو اللي كيقول هاد الخبر. وفاش غيكون شي خبر رسمي فراه غيكون من عند نارسا، وغتلقاو في الجريده الرسميه ديالهم. اي حاجه الا بغينا نتاكدوا منها فخصها تكون من جهه رسميه ماشي من عند الناس. ولكن بالنسبه لي انا من سابع المستحيلات هذا القانون يتفعل في المغرب، لان في المغرب اصلا باغيين يزيروا يخنقوا صحاب الماطر. وانتم كتشوفوا هاد الحمله اللي كاينه هاد الايام كامله، ما كاين غير هز الموتور للناس اللي كتخالف وكتبريباري الدراجات ديالها. واحد النصيحه، الا عندك موتور بريباري ولا 140 ولا 160، رد موتورك 49 كيف ما قبلتي تشريه النهار الاول، خليه كما هو. القانون غادي وكيتزير، ولينا في واحد الوقت اللي ولات الديباناج مشارجيه بالليل وبالنهار، واي موتور غيتشد المره الاولى غيخلص مخالفه، والمره الثانيه غتكون مخالفه مضاعفه، والحجز بمره والحبس من الفوق. واللي كاين هي ولات لاسيرونس كتزير الموتور في حالة درتي حادثة وكان عندك موتور 49 سيسي وانت مركب 125، فلاسيرونس كترفع اليد. عرفتي شنو هي كترفع اليد؟ يعني ما كتعوضكش وكتتابعك قضائيا على داك السيد اللي داير معاه حادثة، وتقدر تحكم المحكمة انت اللي تخلص دوك الاضرار اللي تسببتي للطرف الاخر. صبر على راسك وديباني بداك 49، وسير اخويا دوز البيرمي ديال الموتور، راه شي حاجة اللي سهلة، وركب بعزك. والسلام عليكم.